تعرف إن كان في واحد وهو جار الإمام مالك بن دينار كان بيمسك الحديد الملتهب ومولع نار والدنانير اللي فيها نار، وكان بيحب يولع نار ويحط إيديه فيها، ما كانش بيتألم ولا بيحصل لإيده حاجة؟ إزاي؟ الإمام مالك بن دينار سأله عن هذه الظاهرة اللي بتحصل مع دي، فهو قال له: أنا في يوم من الأيام جات لي واحدة وطلبت مني فلوس، قلت لها: لم أعطيك حتى توقعيني في عرضك. فالست قالت له: لأ، وخافت ربنا والكلام ده كله. قالت: أنا هدور وربنا هييسر لي الأمور وهلاقي حد. قالت له: بس أنا والله محتاجة الفلوس ضروري. فقال لها: لأ. فالست فضلت تدور ورجعت له مرة تانية وقالت له: أنا بربي في يتامى ومحتاجاهم. قال لها: زي ما قلت لك. الراجل ده بمعلومة كان حداد، فراحت له مرة تالتة وقالت له: أنا محتاجة الفلوس. قال لها: زي ما قلت لك. قالت له: خلاص أنا موافقة. فدخلت الأوضة بتاعته بعد ما رتب كل حاجة وخلاص، فقالت له: هل أغلقت كل الأبواب؟ هل أحد يرانا؟ قال: لا يرانا أحد، قد أغلقت كل الأبواب. قالت: وإذا في باب لم تغلقه يرانا منه من لا يغفل ولا ينام، باب الواحد الأحد الفرد الصمد. نصا كده، باب الله. الراجل سكت واندهش وارتعش مكانه وقال لها: قومي يا حاجة، أنا هديك الفلوس ومش عايزها مرة تاني، بس بشرط ادعي لي دعوة. ادعي لي دعوة. قالت: اللهم حرم جسده على النار. قال لها: دي في الآخرة، ادعي لي دعوة في الدنيا. قالت: اللهم حرم جسده على النار في الدنيا والآخرة.